بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الوباء اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: في بغداد الكرخ تم تسجيل 3 إصابات جديدة، في البصرة تم تسجيل 9 إصابات جديدة، في النجف سجلت 34 إصابة جديدة، في السليمانية 4 إصابات جديدة، وفي أربيل 6 إصابات جديدة، وفي ديالى إصابة واحدة، وفي المثنى إصابة واحدة. سجلت مع الأسف حالتي وفاة جديدة، الحالة الأولى في البصرة والحالة الثانية في بغداد الكرخ. تم تسجيل 33 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: في النجف 4 حالات شفاء تام، في مدينة الطب حالتي شفاء، في البصرة 12 حالة شفاء، وفي أربيل 6 حالات شفاء، وفي دهوك 6 حالات شفاء، وفي نينوى حالة شفاء واحدة، وأخيرا في واسط تم تسجيل حالتي شفاء. وبذلك يكون مجموع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العراق 878 إصابة مؤكدة، ومجموع حالات الوفاة 56 حالة وفاة، ومجموع حالات الشفاء التام 259 حالة شفاء. الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، السبت 4 نيسان لعام 2000.